جزيلا للباحث الدكتور حيدر سعيد رزق، وشكرا لإحداث الجلسة وشكرا للحضور الكريم. حقيقة نحن عندما نتحدث عن السياقات الإدارية وإدارة المشاريع، يجب أن يعلم الكل أن من يدير مثل هذه المؤسسات أو المنظمات أو المشاريع يجب أن يكون لديه استشاريين. وعندما أتحدث عن القانون يجب أن نستشير القانونيين، وعندما أتحدث عن الهندسة يجب أن نستشير مهندسا، وهكذا. وكنت من ضمن اللجنة الرئيسية التي كانت في عام 2008، وكانت في بداية الطرح بهذا المشروع، وقد عدت العدة لأن تكون الرائدة والأولى في خدمة هذا المشروع. من ضمن مهام الجامعة هو خدمة المجتمع، وخدمة المجتمع هو واجب، وليس الجامعة هي متفضلة على المجتمع، وإنما هو واجب على الجامعة أن تخدم المجتمع. فإذا كنا سباقين في عملية إعداد هذا المشروع، وكانت لدينا بداية ندوتين، ومن ثم كان لدينا مؤتمر، وقد استخدمنا جميع الأكاديميين من جميع الجامعات العراقية ليدلوا بدورهم وماذا يجب أن يكون لهذا المشروع. فإذا كانت الرؤى أن نجد بإرثها الثقافي والحوزوي والتاريخي والآثاري، هناك رؤى عميقة جدا لهذه المدينة، وقد حصلنا على مجموعة من البحوث والتوصيات. وأنا ما أجوز ما لحد بداية يمكم شو بالشيء البنى التحتية، وقد أشرنا لإدارة المشروع ما قبل هذه الإدارة. يلا ما يخالف جاهز. هناك مجموعة من المهندسين في الجامعة، وستكون هذه المجموعة في خدمة المشروع، وطرحنا مجموعة من الأسماء، وكذلك أعددنا لأن تكون هناك ميزانية، والميزانية متعددة، ولكن بداية يجب أن تكون هناك بنى تحتية. من ضمن هذه الرؤى بدأنا نعد كان بعد وقت بدايش أن يجب أن تقصى هذه الأفكار، وهناك رؤى أخرى حقيقة غير مهنية في ذلك الوقت، ولكن أشرنا إليها، ولكن استبشرنا بخير أن تكون هذه الإدارة الجديدة ما بعد عام 2009، وعندما كنا ننتظر أن تأتي الأموال وتصل. كذلك بدأنا بتشكيل لجان، واللجان كانت هي عبارة عن 14 لجنة، وكانت كل لجنة تعمل بخطة حديثة لهذا المشروع. وأعددنا كذلك مجموعة من البرامج، وزجت هذه الكوادر الجامعية ضمن اللجان التي شكلت من قبل الوزارة، ولكن بنفس المنوال أن الكوادر الأكاديمية التي أشارت في هذه المشاريع كذلك هم شيء. فلذا حقيقة نحن في الجامعة بالرغم من كون أن الجامعة انسحبت، لا، هو ليس الجامعة انسحبت، وإنما هو أشخاص انسحبوا، ولكن بقينا في عمل مستمر في الجامعة لإعداد العدة. هناك حاليا كان مؤتمر للصحافة النجفية، مؤتمر للآثار النجفية، ومؤتمرات كثيرة ما هي إلا برنامج يعد حاليا لعام 2012. فلذلك ليطمئن الدكتور حيدر أن الجامعة لم تنسحب، وإنما شخصيات انسحبت، لكن تبقى ضمن
مشاريع الجامعة للإعداد لمستقبل أو لعام 2012. هناك حقيقة برنامج ثقافي نحن أعددنا إليه هو ترتيب طلبة المدارس، عمال المطاعم، سواق التاكسي، كل منا سيكون له برنامجه بالإعداد لعام 2012. وحاليا نحن نثمن جهود اللجنة الشعبية للإعداد كذلك للبرنامج المشروع. وطبعا يعلم الكل أن الإدارات الناجحة عندما يأتي شخص بمبادرة أي كان يجب أن يشكر عليه وتستثمر هذه. لذا أنا أعلم أن تكون إدارة المشروع تثمن جهود اللجنة الشعبية بعملية ضم هذه اللجنة لإدارة المشروع، ولتكون الكل منا يعمل ويبذل يدويه لهذا المشروع الذي يهم الجميع، يهم كل إنسان حقيقة، ليس فقط كما أشار الأخ الدكتور حيدر، ليس فقط أنه للنجف وإنما لجميع أبناء العراق. عندما تظهر النجف في قدرتها الحقيقية سيكون هو فخر ودخل إلى أبناء العراق جميعا. شكرا جزيلا. شكرا. دكتور باقر القرباس. نرجو من الأعزاء الكرام الاختصار في الحديث لما لا يتجاوز 3 دقائق. اعترض عليها. طيب هو دوم من النوع اللي يعترض دوم. هاي الطبيعة، هي خالف تعرف. كنا على اتصال بين عمان والنجف اتصل به ليست مرات كثيرة، ولكن أحس من حديثه بأنه يريد أن يكون في وسط النجفيين ليعمل على نجاح هذا المشروع. ولكن عندما أحدثه وأقول له أن المسؤولين الرسميين غير مهتمين بهذا المشروع، فكيف أنت تهتم بهذا المشروع؟ قال إنني من العراق وإنني من النجف ويجب أن ينجح المشروع. مثالان أعطيهما لأخي الدكتور حيدر حتى لا أطيل. قبل 4 أيام أو 5 أيام شاهدت في فضائية المعارف جديدة رئيس مجلس المحافظة أسلم على حسن الله يعطيه. اطلع من ناكل السلام. إلى إنجاح هذا المشروع وعملنا و90% من مشروع القصر الثقافي قد انهيناه. ولتأتي الوفود وتأتي الدول وتشاهد تراث النجف. الله قصدك حسن قصدك حسن حبيبي شلون؟ خليني أجاوب يا أخيك. أشكرك. ونحن أمام حدث عالمي كبير. هذا واحد. القضية سئل أحدهم أيضا من أعضاء مجلس المحافظة المهتمين بالموضوع هذا والذي حارب هذه اللجنة وما زال يحارب هذه اللجنة الشعبية. ماذا نطبع لكي يرى الوفود التي تأتي أو ترى الوفود التي تأتي كتبنا وتراثنا وحديثنا عن النجف؟ قال بعد تفكير طويل قال نطبع 5 أجزاء من الفقه للسيد الخوئي. السيد الخوئي رحمه الله عالم كبير مجتهد كبير، ولكن نطبع للذين يأتون ويقرؤون عن النجف النجاسات والطهارات والأحوال وجوبا. هكذا نريهم تاريخ النجف وتراث النجف
وأدب النجف وشعر النجف لأقول إلى الدكتور حيدر الجواهري من الآن مغيب، من الآن مغيب، لا يريدون الجواهر. هذه مسائل نحن يعني أمامها. يعني أريد أن أقول لأخي الأستاذ الدكتور حيدر أننا أمام تحدي كبير. اللجنة الشعبية هؤلاء الرجال عملوا عملا كبيرا من أجل أن يتصدوا ويقفوا أمام اللجنة الرسمية. اللجنة الرسمية ليست مع اللجنة الشعبية. اللجنة الرسمية ما مؤداها غير الإفادات. اتصلت بكبير قلت له اللجنة الشعبية تعمل، وأحد من اللجنة الشعبية معكم من الإفادات ليكن معكم. أوصاني خيرا، وهي 6 إفادات يذهبون إلى إيطاليا يباعون أو يرون الآثار، تصوروا. هذه مسائل أمامنا أخي الأستاذ حيدر، ولا نستطيع أن نعمل شيئا ما زالت الجهات الرسمية هي المسيطرة، ما زالت الجهات الرسمية هي التي تعمل وتقول سننجح المشروع، وأنا من يوم الأول قلت لهم سيفشل المشروع. شكرا.